والعقل المدبر ليها مين؟ مرتضى منصور اللي نفذها مع الداخليه واللي عايش بقوه جامده في البلد. معاه سيديهات زيه زي المخابرات، بس طبعا اللي معاه حق يبقى مكانه في السجون، واللي على باطل يقولوا له يا باشا. خلونا بقى مع الافاق مرتضى منصور اللي بيمارس بلطجته على الشعب المصري ومش فارقه معاه اي حد. يعني في الكوره يبلطج على الجمهور واللعيبه، هم حاطينه اساسا للوايت نايتس والالتراس، حاطينه لشباب قوه من قوى الثوره. في السياسه بيبلطج على ثوار يناير، وطبعا ما حدش بيقرب منه، شكله ماسك سيديهات على الكل، او بيتحمي في الحصانه بتاعته يعني، او بيتحمي في مساعدته. يعني تخيلوا ان لغايه دلوقتي ان عمرو الشبكي اللي معاه حكم محكمه مش عارف يدخل البرلمان بسبب مرتضى منصور. بلطجه مرتضى منصور كانت واضحه قوي على الاعلاميين في مصر، اللي واضح انهم خايفين قوي من لسانه ومن سيديهاته اللي هو بيضحك عليهم بيها، ولا عنده سيديهات ولا نيله. هو يطلع لك بشويه ورق كده، ودي معروفه عن مرتضى منصور من زمان. اللي يعرف مرتضى منصور يعرف دي عنه، يقول لك اهو الاوراق اهو كل حاجه عندي، وهو مفيش حاجه عنده، كذاب. بس هل يا ترى الاعلاميين اللي مش مصريين بيواجهوا نفس مصير الخبوءات اللي عندنا؟ تعالوا نشوف اعلاميين مش مصريين. اعلامي خليجي بيقول ايه لمرتضى ورسالته ايه لمرتضى، ونرجع لكم. الحلقة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يقول على كابتن محمود كهربا ان اللاعب اذا يبون الاتحاديين ينتقل لهم انتقال كامل، فيعني لازم يدفعون 40 مليون يورو. 40 مليون يورو. طبعا الاستاذ فهد رباع يمكن عارف اسعار العمله، اوكي، لانه يحول تحويلات كبيره. كم سعره بالريال؟ توك جاي من القاهره انت؟ كم؟ لا والله من زمان ما رحت القاهره. إيه يعني بالجنيه المصري؟ يعني لا الجنيه المصري بتصير تريلا. لا 800 قول 4 مليون. تبقى 4؟ قول 4. يعني نقول احنا يبغى 40 مليون يورو سياده المستشار. 40 مليون ضرب 4. لا يا اخي لا مو معقوله. 4؟ قول 4. طيب يا عمي 200 مليون. 200 مليون ريال. سياده المستشار نحن نحترمك ونقدرك، بس يعني ما عاد فيه يا كابتن. يا ريس خلاص الحين بالملعقه، ما في بالكريك من زمان. لا عاد في رز ولا سكر. يعني فيعني 1,333,000 ريال في المباراه. انت كانك تقول للاتحادين لا تاخذوه. طيب على اي اساس السعر ارتفع؟ يقول لك مدرب ريال مدريد ومدرب اتلتيكو مدريد مدح اللاعب وقال ده لاعب عالمي. يا سلام والله حلوه ذي، يعني اذا ما دام صرح. طب ما دام لاعب عالمي يا سياده المستشار، انا اطالب الحقيقه نادي الزمالك ان كابتن محمود كهرباء يدفع له على الاقل نص المبلغ. يعني فنادي الزمالك اذا اللاعب يرجع له كمان، اللاعب من حقه يا اخي تعطي له تعويض. يعني مش هنقدر ندفع 200 مليون ريال، فانت تدفع له 100 مليون ريال. سياده المستشار 100 مليون ريال نجي نحسبها عاد بالجنيه المصري كم بتصير باسعار الايام هذه. 100 مليون ريال مليار. استنى بس انت ما تودنا في داهيه. 100 مليون ريال ضرب 5 كم سعره يا استاذ محمد دلوقتي الريال؟ 25 يطلع طال عمرك ب 520 مليون جنيه. هذا حق الله، حق الناس للناس. 5 مليار. 520 مليون جنيه هو حق كابتن محمود كهرباء. بالشفاء نبدا الحلقه مع العناوين. شفتوا مرتضى منصور طالب ايه من السعوديه؟ ده محمد صلاح اللي في ايطاليا ومجنن العالم ما وصلش سعره لكده، انما السعوديه بقى وطبعا اذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمه اهل البيت الرقص. قال له لا في رز ولا سكر يا عم، انت طالب مننا 40 مليون يورو، ادفع له انت 20 مليون يورو طالما لاعب عالمي. شفتوا يا شعب مصر؟ شفتوا الهزائم اللي جايه لنا من السيسي ومن خبوءات السيسي؟ يا رب بقى، يا رب تصحى جوانا الشهامه، يا رب يصحى ويقلنا بالله ونعرف معنى الشهاده. وساعة لما بنتخانق ونغضب وبنقول ما ياخد الروح اللي خلقها، الذل والمهانه اللي احنا عايشين فيها دي. يا اخوانا انتوا راضيين بكده؟ انتوا راضيين بكده؟ انا ما بحرضكوش،
بس ما تقبلوش الظلم. طالما قابلين الظلم هتبقوا ظلمه وهيطولكوا وهيطول عيالكم. فوقوا واصحوا بقى، اعرفوا ان دلوقتي عصابات اللي بتحكمنا، محدش شرعي، محدش له حكم عليك. فاصل ونرجع لكم. جاهزة يا حاجة؟ جاهزة لعامل المرأة؟ جاهزة يا ابني، جاك خابط في معاميعك عن قطاطة منقولة يعني. انتهى عام 2016، العام اللي قال عليه عبد الفتاح السيسي انه عام الشباب، وزي ما حضراتكم تابعتم وشفتم انه تقريبا ما كانش يقصد عام الشباب، انما كان يقصد عام مطاردة وقضاء على الشباب. في 2016 كان الشباب هو عدو نظام السيسي الاول، لان هو الشباب عدو الصهاينه، فيبقوا عدو اعداء السيسي على طول، سواء من اعتقالات او قتل او اخفاء قسري او منع من السفر. انتهى عام الشباب، لكن مطاردتهم هتفضل مستمره. وبدأ عام 2016 اللي قرر السيسي انه يكون عام المرأة، عام المرأة، وربنا يستر على المرأة السنة دي. بس يا ترى يقصد ايه عبد الفتاح السيسي بان عام 2017 يكون عام المرأة؟ يا ترى قصده انهي نوع بالظبط؟ النوع اللي زي الحيزبونات فريدة الشباشي ولميس جابر، الشاويش لميس جابر جوز يحيى الفخراني، ولميس الحيزبون لميس الحديدي، ولا اللي قاعدين يبرروا وينافقوا ويطبلوا؟ اكيد هم دول اللي قصتهم السيسي. ده حتى لميس الحديدي قالت لك هقعد اكتب خياطه واتعلم الخياطه وخيط وبتاع بعد حكايه ابراهيم عيسى ده، لان السيسي مش شايف غير دول. ما هو اكيد مثلا مش شايف امهات الشهداء ولا امهات المعتقلين اللي بيفضلوا قدام السجون بالساعات عشان زياره 5 دقايق. اكيد مثلا ما يقصدش الستات المصريه اللي بتقف في الطوابير عشان تجيب كيلو لحمه ولا خضار ولا العيش المدعم من الطابونه. ولا اكيد طبعا ما يقصدش البنات الجدعه اللي بتنزل تدافع عن ارضنا اللي بيبيعها البيه. ممكن يكون يقصد ان 2017 هيكون عام قهر المراه اكتر ما هي مقهوره على اولادها، اللي مقهوره على اولادها واللي مقهوره على جوزها واللي مقهوره على الحياه اللي هي عايشاها، زي عام الشباب بالظبط كده. بالمناسبه دي انا عايز اخد مداخله هاتفيه مع الشابه المصريه عبير الصفتي، البنت السكندريه الجدعه اللي اتقبض عليها وافرج عنها بعد كده بكفاله 1000 جنيه، وكانت تهمتها انها رفعت لفته مكتوب عليها طيران وصنافير مصريه. ومصريه يا سيسي غصب عنك انت وجنرالاتك الخونه ومخابراتك الحربيه. خلونا ناخد مداخله هاتفيه مع السكندريه الجدعه عبير. الو. الو، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذه عبير، ازاي حضرتك؟ تمام الحمد لله بخير والله. والحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا رب، تسلم. انا عايزك تحكي لنا بقى ايه اللي حصل يوم ما تم القبض عليكي. هو اللي حصل ان طبعا قبل اي حاجه طيران وصنافير مصريه وهتفضل مصريه غصب عن اي حد مهما كان. الله اكبر. ولو مفكرين ان هم هيخوفونا بسجنهم او باللي هم بيعملوه، فلسه ما اتخلقش اللي يخوفنا ولا اتخلق اللي يسكتنا. لا سجن هيسكتنا ولا رصاص ولا اي حاجه. الله اكبر على شباب مصر وبنات مصر، هم دول اولا رجاله مصر بجد. يا عبير احنا عايزين نعرف خرجتي امتى وازاي حققوا معاكي واتكلموا في ايه؟ يعني كان عندهم دم يتكلموا معاكي في ايه؟ هو اللي حصل ان انا نزلت في محطة رمل في اسكندرية عند القائد ابراهيم. فنزلت كان معايا قلم، بقيت اكتب على السور بتاع البحر طيران وصنافير مصرية، الارض هي العرض، اودع ارضك. توازي على السور بتاع البحر، اكتب على حجر واسيب حجر. بعد كده كان معايا اللفته مكتوب عليها طيران وصنافير مصريه، كان معايا 3